بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده السبت 20/1/2026 في نبات الموز أمهات اللي هي الجيل الثاني المزروعة في 15/2 من كل عام. دي عمر تاني سنة. الموز بسم الله ما شاء الله 10/10 وممتاز، والصبايا عاطية أوزان نتيجة طبعا نترات البوتاسيوم وهيدروكسيد البوتاسيوم مع النيتريك أو الكربونات مع النيتريك أو التسميد بالبوتاسات أو نترات الكالسيوم أو بالخمائر الزراعية مع المولاس أو الفيناس أو السكر. بس طبعا حدثت مشكلة في إن الصبايط بتطيب بدري، أو بعض الصبايط بتطيب على الشجر أو بتنضج على الشجر، بيبقى لونها أصفر جاهزة للأكل. وده سببه إيه بقى طول السنة؟ أول شيء كتر استخدام المولاس والسكريات زي السكر في التسميد، ده طبعا أدى إلى طبعا نضج الصباطة وسبب خسائر في طبعا الأسعار أو في الفلوس، لأن طبعا الصباطة ما بتتباعش وهي طبعا في النضج أو في الطيبان بتاعها. ديت برضو دي مشكلة. المشكلة التانية طبعا نتيجة البرد الشديد ودرجة الحرارة المنخفضة أو المرتفعة، ده بيؤدي برضو إلى طيبان الصباطة دوت. نتيجة برضو إن الأرض كانت بتروي بالليل. دي مشكلة برضو، إن أنت لما تروي بالليل، أي نعم الري بالليل بيؤدي إلى طبعا تعديل أو تدفئة الأرض، بس بيعجل في الصبايط. دي في مشكلة تانية برضو، اللي هي حاذر وحاذر وحاذر من استخدامك للملاس أو السكر أو الخمائر من أول السنة لآخر السنة أو في فترة اللي هو الطيبان. دي أكبر خطأ. طبعا بيخلي ممكن بتاع من 5 ل20% من الموز كده بيضيع منك. ودي أخطاء. المفروض نبات الموز أهميته إن أنت تهتم بتنظيف الحشائش كويس، الري المنتظم والتسميد المنتظم، التركيز على أعفان الجذور زي كبريتات النحاس وكسوكلور النحاس وبرمنجانات البوتاسيوم والكبريت الميكروني، دول مهمين جدا. ونبدأ نسمد تسميد الموز، طبعا تسميد نص تسميد عشان يدي معانا شغل وتحجيم صح وشغل صح، والصباطة ما تطيبش قبل ما عدي. وطبعا برضو خلي بالك الخمائر الزراعية مهمة، بس كترها غلط للفواكه بيؤدي إلى الإصابة أو بنضج الثمار بدري. والسلام عليكم.